بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا أحبابي؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة أول جمعة في شعبان، يا رب يعود عليكم الأيام بألف خير وصحة والسلامة وستر. النهاردة أنا هحكي بس موقف بسيط كده أو سر بسيط كده من أسرار الشيخ الشعراوي. طبعا اللاعب العالمي محمود الخطيب، وهو قالها بلسانه وشافها بلسانه المواقف ديت، وجه قال لنا عليها. فانا قلت حبيت ان انا اقولها لاحبابي طبعا، لان الشيخ الشعراوي كل يوم والتاني بنعرف عنه اسرار كتير، وبنعرف عنه خبايا كتير بتقربنا ليه وبتحببنا فيه اكتر واكتر. رحم الله الشيخ الشعراوي واسكنه بجوار الرسول عليه الصلاه والسلام زي ما تمنى. الموقف بيقول محمود الخطيب ان هو كان في يوم الشيخ الشعراوي عازمهم، او معزومين كلهم في مكان، وبعدين بعد ما خلصوا اكل، هو بدأ الشيخ الشعراوي كان بياكل عيش وجبنة كده، وبعد ما هم خلصوا أكل راح، كله خرج مفيش الخطيب هو اللي كان موجود. فالشيخ الشعراوي راح جايب اطباق فاضية كده، وقعد مسك لم بقايا اللحوم اللي فضلت من الناس، وبقايا الرز النظيف وبقايا الخضار النظيف، وظبطهم وحطهم في اطباق تانية حلوة على السفرة، ومسح السفرة وظبطها. وقام نده بقى العمال واللي كانوا هم ايه، ما كانوش مع المعزومين اللي هم كانوا بيخدموا عليهم وما اعرفش ايه الناس دي. فده موقف يعني بقى يستغرب له ويقول لي يعني شيخ كبير زي كده وعمل الموقف ده واكل الكل. المهم الموقف التاني، هو بيقول لما جينا احنا بقى نمشي، فاحنا كلنا جايين بنسلم عليه، فهو تعب، الراجل تعب من الوقفة، قعد على كرسي، ففي واحد جه بيسلم عليه، فقام الشيخ الشعراوي بنفسه بس ايده وقال له دي تحية ان انا ما قدرتش اقوم واقف اسلم عليك. فبيقول لي الخطيب بيقول الموقف ده برضو موقف يعني غريب من شيخ جليل زي كده، العالم كله يعرفه وبيقدره وبيحترمه، وزير. فانا حبيت ان انا لما اجي اسلم عليه ما اروحش اسلم عليه، عشان برضو ممكن يبوس ايدي عشان ايه مش قادر يقوم يقف وكده. فرحت انا مسلم عليه على طول كده وبايس راسه. المهم دول موقفين من الشيخ الشعراوي، مواقف كتير قوي قوي قوي، يعني لا تحصى ولا تعد المواقف اللي كان بيعملها مع الغلابة ومع الفقراء، وكان بيجبر بخاطر الناس على طول. فدي مواقف حلوة يعني، الله يرحمه. وكده انا خلصت، بس جيت اقول لكم على الموقفين دول يعني دي صفة حلوة قوي في الشيخ، ربنا يرحمه. بس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.